زيزو. كابتن حلمي 9.5. 9.5. كابتن علاء 9. استاذ ابراهيم 8.5. استاذ احمد 9. امبارح قررت اتفرج على ابراهيم فايق كده بعد ما خلصت شغل، فبشوف بيتكلموا عن تقييمات اللعيبه بتاعت ماتش السوبر. يعني هجيب لكم تقييمات عبثيه الحقيقه، في 6 تقييمات كده استغربتهم جدا. عبد الله السعيد وامام عاشور، يحيى عطية الله وبنتايج، حسين الشحات وزيزو. هجيب لكم مقارنات كده ما بين ادائهم في الماتش اصلا وما بين التقييمات العبثيه اللي كانت بتتقال في البرنامج، حاجه كوميديه. يعني الناس دي اتفرجت غالبا على ماتش غير اللي احنا اتفرجنا عليه. فنبدا كده بعبد الله وامام، مقارنه كده بين عبد الله وامام، هم قالوا ايه وهنشوفهم عملوا ايه اصلا في الماتش. عبد الله السعيد كابتن حلمي عبد الله ده 9. 9. 9.5. كله 9.5. 9. 9. 8.5. 8.5. نشوف بقى امام اللي لعب في نفس مكان عبد الله ادوا له كام ونقارن احنا بقى بينهم. امام عاشور كابتن حلمي 5. كابتن علاء 6. استاذ ابراهيم 7. استاذ احمد 4. اولا مقارنه بسيطه كده بين عبد الله وامام. عبد الله لعب 120 دقيقه، امام لعب 90 دقيقه، وده اللي خلى عبد الله يلمس الكره 58 مره لكن امام 37 مره. بس عبد الله دقه تمريراته كانت 41 من 46، لكن امام دقه تمريراته كانت 100%، 22 باص صح من 22 باص لعبهم. الاثنين ما سددوش على المرمى تقريبا. الدريبل عبد الله عمل دريبل 1 من 4 صح، امام عمل دريبل 1 وكان صح. تمريرات مفتاحيه عبد الله عمل تمريره واحده مفتاحيه، امام عمل تمريرتين. كمان عبد الله خسر الكره 11 مره، امام خسر الكره 3 مرات بس، ودي نقطه فارقه جدا في اداء الاثنين لعيبه. يعني الالتحامات عبد الله عمل 9 التحامات نجح في 5 منهم، امام عمل 6 التحامات نجح في 4 منهم، يعني نسبه امام اعلى. عبد الله تقريبا ما قدمش اي مسانده هجوميه، لكن امام كان بيلعب بعرض الملعب تقريبا، وعمل زياده مع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لما كانوا بيضموا في العمق. فمقارنه بالماتش اللي فات امام احسن كتير، ومقارنه بالماتش ده فامام كان افضل من عبد الله. بس طبعا الناس رايحه مع الموجه، هم غالبا ما اتفرجوش على الماتش او اتفرجوا على الماتش بس بيدوا درجات بالحب. امام مغضوب عليه فخلاص ندي امام اي درجات. متوسط درجات امام اللي هم ادوا له 5.5، متوسط درجات عبد الله 9. الفرق الرهيب اللي بينهم ده مش منطقي، بالعكس ده امام كان افضل من عبد الله في الماتش. نيجي للنقطه العباسيه الثانيه بقى. النقطه العباسيه الثانيه كانت الشحات وزيزو. هتتفرجوا على كوميديا. ماشي. حسين الشحات كابتن حلمي 7. استاذ احمد 4. أنا 7. 7.5 بالحب. يعني كنت بتفرج على الماتش كده. تعالى لو لعيب كوره دلوقتي انا ممكن اقوم اخبط دماغي في الحيطه. ساقط او متميز. مفيش نقص. ايوه. لا. حاجه عجيبه. تعالوا نشوف بقى ادوا زيزو كام. زيزو كابتن حلمي 9.5. 9.5. كابتن علاء 9. استاذ ابراهيم 8.5. استاذ احمد 9. 9. طبعا ارقام يعني الناس ماشيه بالانطباع السائد، الناس رايحه فين ونروح معاها، لكن شغل واقعي في الملعب عمل ايه؟ تعالوا بقى انا اقول لكم هو عمل ايه. تعالوا نقارن بقى مقارنه واقعيه فعلا باللي حصل في الملعب بين الشحات وزيزو، عشان التقييمات بتاعتهم خلت الشحات واخد 6.25 تقريبا في المتوسط، وزيزو واخد 9. وده طبعا بعيد كل البعد عن اللي حصل في الماتش. الاثنين تقريبا لعبوا 120 دقيقه. زيزو لمس الكرة 52 مرة، الشحات لمس الكرة 72 مرة. طيب دقة التمريرات، زيزو عمل 25 باص صح من 32، يعني تقريبا 78%. الشحات عمل 40 باص صح من 48 باص، يعني تقريبا بنسبة 83%. زيزو فقد الكرة 19 مرة وما قطعش الكرة ولا مرة. الشحات فقد الكرة 22 مرة وقطع الكرة 3 مرات، متقاربين في الحتة دي. زيزو عمل باص مفتاحي 1 اللي هو عمله للجزيري في اخر الشوط الثاني. الشحات عمل 2 باص مفتاحي. تسديدات الاثنين تقريبا متساويين، كل واحد شاط شوطه بين ال3 خشبات وشوطه بره ال3 خشبات. الالتحامات زيزو كسب التحامين من 9، الشحات كسب 6 التحامات من 10. فكأداء دفاعي كوينج الشحات يتفوق، أداء هجومي الاثنين تقريبا متساويين. دقة تمريرات الشحات يتفوق. فأنا مش فاهم منين الشحات واخد 6.25 ومنين زيزو واخد 9. طب سيبنا من 6.25 بتاعت الشحات، ال9 بتاعت زيزو دي جت منين؟ أنا مش فاهم، يعني حاجة غريبة جدا. نيجي بقى نقطة عباسية ثالثة وبالنسبه لي انا كوميديه، يعني بنتايج ويحيى عطية الله برضو دي اتاخدت حسب الموجه. يعني كله بيشكر في بنتايج يبقى خلاص ندي درجات لبنتايج،
يحيى عطيه الله كان مغضوب عليه الماتش اللي فات، هنديله كده يعني ايه وتحسن شويه المره دي، خلاص لا هنزود له شويه بالحب، كله بالحب، مفيش حاجه ليها علاقه خالص بان احنا شفنا ماتش وبناء على اداء الماتش، لا خالص مفيش كده ابدا. تعالوا بقى نشوف بنتايك ويحيى عطيه الله خدوا كام او هم ادوهم كام. يحيى عطية الله كابتن علاء 7. استاذ ابراهيم 8. استاذ احمد 6. 7. نشوف بقى بنتايك اخد كام. بنتاي كابتن حلمي. والله هو الراجل ده مفاجأة بالنسبة لنا يعني أيوة. بجد يعني طبعا. ما نديله 8 ونص. 8 ونص استاذ احمد. 9. كابتن علاء 8 ونص. استاذ ابراهيم 8. هم ادوا بنتايج في المتوسط 8.5 ويحيى عطيه الله تقريبا 7. طبعا مقارنه اللي ما شافش الماتش يقول لك بنتايج كان مكتسح، يعني كان واخد الجبهه الشمال دي رايح جاي، ويحيى عطيه الله يعني كان نرمي عند الكورنر كده ما فيش يعني. لكن تعالوا بقى نتكلم في الارقام اللي بجد. طبعا بنتايج ما عملش اي دور هجومي خالص، يعني كان دوره اغلبه دفاعي، لان الوينج اللي قدامه كان زيزو واللي كان تقريبا مرمي عليه كل الادوار الهجوميه اللي جابها للشمال واللي ما عملهاش في الاساس. بنتايج لعب 120 دقيقه لمس الكره 58 مره، يحيى عطيه الله لعب 120 دقيقه لمس الكره 93 مره. تمام. دقه التمريرات بنتايج لعب 14 تمريره صح من 28، 50% تقريبا. يحيى عطيه الله عمل 57 باص صح من 66، يعني دقه تمريراته كان تقريبا 86%. فرق كبير جدا بين 50% ل 86% دقه تمريرات خط دفاع. كور طوليه بنتايج عمل كره طوليه صح من 4، يحيى عطيه الله عمل 6 كرات طوليه نصهم تقريبا كان صح. بنتايج عشان دوره كان دفاعي نجح في 14 التحام من 20. يحيى عطيه الله نجح في 5 التحامات من 6. الالتحام الوحيد اللي خسره كان التحام هوائي طبعا لان هو راجل قصير. تسديدات طبعا 0 تسديدات من بنتايج. يحيى عطيه الله سدد تسديدتين منهم واحده في العارضه اللي كلنا شفناها من الفاول اللي في الشوط الاول. كروسات طبعا بنتايج 0. يحيى عطيه الله عمل كروسين. تمريرات مفتاحيه يعني هنا فرق واضح جدا ليحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله عمل 4 تمريرات مفتاحيه، انت متخيل باك عمل 4 تمريرات مفتاحيه، لكن بنتايج ما عملش ولا تمريره مفتاحيه. الفاولات بنتايج عمل 4 فاولات ويحيى عطيه الله ما عملش ولا فاول. الفرق كبير جدا من لاعب واخد 7 درجات، هو انا وجهه نظري كان ياخد 8 ونص 9 كمان. يحيى عطيه الله عمل ماتش عالي جدا جدا جدا، وبنتايج مش وحش بس مش اللي ياخد 8 ونص واللي وما يتقيمش اعلى من يحيى عطيه الله نهائي. فدي 3 نقط عباسيه كانت في التقييمات كان غريبه جدا، يعني اي حاجه ثانيه كانت مقبوله، لكن الشحات ياخد درجه اقل من زيزو دي ما كانش منطقيه بالنسبه لي. زيزو كان اوفر ريتد في الماتش خالص بالنسبه لتقييماتهم. ان امام ياخد تقييم اقل من عبد الله، امام ياخد 5 ونص وعبد الله ياخد 9، ده عبث. بنتايج ويحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله كان افضل بمراحل من بنتايج في الماتش. يعني نختم بشيكابالا بقى. شيكابالا اكتر درجات اتاخدت بالحب، انا مش هعلق طبعا، يعني انتوا شوفوا بس اسمعوا بس، مش هعلق خالص. شيكابالا كابتن حلمي 10. 10. ده على الماتش ولا على مجمل اعماله؟ على كل حاجة، مجمل اعماله على كل شيء 10. 10 استاذ ابراهيم 8. كابتن علاء على مجمل اعماله اكتر من 10. يعني ماشي، على شوية الماتش للعيبة يعني 8. كان مستحمل الارقام وكان على رايه يعني لو لعيب كوره سمع الارقام هيخبط دماغه في الحيطه. سلام.